الفيزياء بتقول لو قدرنا نصنع مركبة فضائية تمشي بسرعة قريبة من سرعة الضوء، المسافة الرهيبة اللي بيننا وبين مجرة أندروميدا هتصغر جدا. وعلى فكرة أندروميدا دي أقرب مجرة لينا، وكمان الوقت اللي هنحتاجه عشان نوصل هناك هيقل جامد. الرحلة ممكن تحس إنها خدت كام سنة بس في حاجة حزينة جدا، ترجع تاني الأرض بنفس السرعة عشان تحكي للناس عن اللي شفته، هتلاقي الأرض اتغيرت تماما. على الأقل 4 مليون سنة عدوا، كل اللي كنت تعرفه اختفى، ولا شخص ولا مبنى ولا حتى قارة فاضلة زي ما كانت. هترجع كأنك مسافر جاي من الماضي شايل أسرار من النجوم، بس مفيش حد فاضل يسمعك. هتكون أعظم مستكشف في تاريخ البشرية وأكتر واحد وحيد فيها. تمن الرحلة للكون هو إنك تخسر عالمك. تمدد الزمن هو تذكرتنا للنجوم، بس في نفس الوقت هو أقصى سجن ممكن نعيش فيه. عايزك تقول لي بقى، لو أنت جات لك الفرصة إنك تستكشف الكون وتعرف إذا كان في حياة ذكية في مجرات تانية أو كواكب صالحة للعيش، هل هتعمل الخطوة دي وتضحي بالعالم بتاعك؟ قول لي في التعليقات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.